بلانش مونيه بنت من عيلة غنية، اختفت في ظروف غامضة، ووقتها أهلها قالوا إنها هربت عشان تتجوز واحد بتحبه هم رافضينه، وعملوا محضر باختفائها. ولكن بعد 25 سنة اتعرف إن بلانش محبوسة، وإن اللي حبستها هي أمها، والقضية جذبت اهتمام الرأي العام الفرنسي. هنتعرف النهاردة على قصة بلانش مونيه اللي اتحبست لمدة 25 سنة، وإيه اللي حصل لها طول الوقت ده، وخصوصا إن مدام مونيه واحدة من سيدات المجتمع الراقي. بس الرسالة خلته يشك بإن في حاجة غريبة بتحصل، لأن بلانش فعلا مختفية من 25 سنة، وبدأ يحقق في الموضوع. ولما بدأ التحقيق لقى إن مش بس اختفاء البنت هي الحاجة الغامضة الوحيدة للعيلة دي، فالخدم والجيران كانوا بيسمعوا صوت صراخ مكتوم من جوه البيت، ومحدش كان عارف مصدر الصوت ده إيه، لدرجة إنهم طلعوا إشاعة بإن البيت مسكون بالأشباح، لحد ما وصلوا الأوضة مقفولة في الدور العلوي وقدروا يتعرفوا عليها هي الأنسة بلانش.